السلام عليكم الأصدقاء. كنتمنى أنكم تكونوا مزيان. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. القصة اللي غادي نحكي لكم اليوم هي قصة خطيرة بزاف، قصة اللي خصنا نفهموا المعنى ديالها كاملين، قصة اللي خصها تكون عبرة لنا كاملين، قصة اللي خصها تكون انذار لنا كاملين، لأنها قصة كتعلق بزاف بالسوشيال ميديا. وحنايا في هذا الوقت هذا ديالنا السوشيال ميديا ولا عندها اثر كبير في الحياه ديالنا، ولا عندها تاثير كبير في الحياه اليوميه ديالنا. بلا ما نطول عليكم بزاف، ما تنساش انك تشاركني في الصفحه الا عجبتك القصه. نبداو القصه على بركه الله. علي ابو لبن الفلسطيني الامريكي من مواليد 1992، والزوجه ديالو انا الفلبينيه اليابانيه اللي من مواليد 1993. شاءت الأقدار أنهم يتجمعوا وأنهم يتزوجوا وأنهم يعيشوا في سان دييغو الأمريكية. علي كان من مشاهير تيك توك، كانوا عنده الملايين ديال المتابعين على تيك توك. كانوا الفيديوهات ديالو كيمتازوا وكيتميزوا بالأداء ديالو، كان كيدير الضحك وكان كيدير الرقص، وكانوا عنده بزاف ديال المواهب اللي كان كيمتلكها. بعض المرات انا كنت كتبان مع الزوج ديالها في الفيديوهات، كانوا كيبانوا متفاهمين بزاف، كانوا كيبانوا كيبغيو بعضياتهم بزاف، لدرجه ان الكثير من الناس في التيك توك كتبغي انها تقلدهم، كتبغي انها تعيش العيشه اللي كيعيشوها. حتى انا كان عندي حساب على التيك توك، كانت كتنشر فيه الفيديوهات ديالها الخاصه والفيديوهات اللي كانت كدير مع الزوج ديالها علي. الشهرة ديالهم كبرات بزاف، وبالقدر اللي ولات انا مشهورة بزاف، علي راجلها ولا كيغير عليها، ولا كيغير عليها بلا قياس، ولا باغي يسيطر عليها لانه كيعتبرها ملك ديالو بوحدو. وهنايا ولا علي كيشك بزاف، وهنايا غتبدا المشاكل بيناتهم. كانوا كيحاولوا ما امكن انهم يخفيو المشاكل الزوجيه اللي كانت بيناتهم، ولكن الاصدقاء ديال انا لاحظوا ان علي ولا كيتصرف معها قدامهم بطريقه صعيبه، بطريقه عنيفه، وحتى هما ولا كيتعامل معاهم بطريقه صعيبه، بطريقه خايبه، بطريقه ناقصه بزاف، حتى ولا كيدخل معاهم بجدالات كبيره. كان علي كل ما تزاد الشهرة ديال انا كان كيزيد في العنف ديالو معها، حتى ولا كيفكر انه يطلقها. الصديقة المقربة لأنا وصفات علي انه ولا عنيف بزاف، ولا مشكاك بزاف، ولا كيشك في انا انها كتمشي الحفلات والملاهي الليلية، وانه ولات كتخونو. وعلي قوة ما فقد السيطرة، ولات العلاقة ديالو مع العائلة ديالو حتى هي خايبة، ولا كيهضر معهم بعصبية كبيرة. ضغوطات والشك وفقدان الثقة في النفس خلت علي انه يبغي ينسى داك الشيء، يبدا يتعاطى المخدرات، لدرجة انه ولا كيتعاطى المخدرات قدام المتتابعين ديالو على بث مباشر. هنا المتتابعين ديالو ولاو كينقصوا بزاف، لانهم اعتبروه انه ما بقاش كيحترمهم وانه ما كيقدرهمش. من بعد علي قدم اعتذار كبير للمتتابعين ديالو، وقال لهم انه ما عمره ما غادي يعاود يتعاطى المخدرات، وان السبب اللي خلاه يدير داك الشيء هو ان انا ولات كتخرج بزاف، ولات كتقضي الوقت ديالها كامل مع الاصدقاء ديالها اللي ما بقاش كيعرفهم هو. في سبتمبر 2021 انا ديك الهرات بعالي انه دفعها بعنف وطيحها، وانها تصابت في الجسم ديالها
وأنها بغت تنفصل عليه، وبغات كذلك أنها تسنيه التزام باش ما عمره ما يقترب ليها وما عمره ما يعاود يعنفها. في 18 أكتوبر 2021 أنا ما بقاتش قادرة تصبر على علي، لأنه ولا كيتعامل معها خايب بزاف ولا كيحاول أنه يضربها. فطلبت منه أنها تغادر الشقة اللي كيسكنوا فيها بجوج، وغادرات بصح. وهنايا علي زاد تدمر، ولا كيزيد يتعاطى في المخدرات كتر، ولا كيشرب بزاف، ولا كينزل جميع الفيديوهات ديالو أنه غادي في السيارة وكيشرب، كيبين أنه في قمة التدمر. وكان كيقول للمتابعين ديالو أنه كيحاول ما أمكن يتصل بأنا وما كتجاوبوش. الأصدقاء ديال علي والعائلة ديالو حاولوا ما أمكن أنهم يقنعوه باش يخلي لها شوية الوقت فين ترتاح وفين حتى هو يرتاح، ولكن هو كان رافض هذا الشيء وكان مصر على داك الشيء اللي كيدير. علي كان كيحاول مرارا وتكرارا أنه يقتحم الشقة ديال أنا، وبالفعل قدر أنه يدخل الشقة ديالها بوحدو باش يدير لها وسائل ديال التجسس باش يتأكد من الخيانة ديالها ليه. قبل ما يخرج من الدار بدا تيهرس في الأثاث كامل. شوية حس بالحركات ديال أنا باللي جاية للمنزل ديالها، تخبع في المطبخ. أنا فاش دخلت لقات داك الشي حاولت أنها تتصل بالشرطة، ولكن قبل ما تتصل بهم كان عليها السكين في يدو وخرج بغا يهاجمها. أكيد بغات تهرب، ولكن تبعها وبقات يطعن فيها حتى ماتت. أنا ماتت وعلي في الحبس كيواجه تهمة القتل. ضيعوا حياتهم قبل ما يوصلوا 30 سنة. هنايا خصك تفهم أنك ما تبقاش تيق أي حاجة كتشوفها على السوشيال ميديا، وأن ماشي أي حاجة تخليها تأثر فيك، وأن ماشي أي واحد يكون قدوة ديالك. مشاعر مزيفة كيبينوا عليكم باش يتزادوا المشاهدين ديالهم، وباش يتزادوا الإعجابات ديالهم، وباش يتزاد الحصيلة ديال الأموال اللي كيجنيوها منها. حاول ما أمكن أنك ترد بالك، وربي يحفظ الجميع. نتلاقاو إن شاء الله مع قصة جديدة، موضوع جديد.